أخبارنا متواصلة على KBC. الصدق والمصداقية. نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الخبر KBC. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. سجن الشهيدين زبان وبوتليليس بوهران يتحول إلى مكب للنفايات وممارسة الرذيلة. المعالم التاريخية بوهران تحولت إلى مكب للنفايات وممارسة الرذيلة. سجن باب الحمراء بقصبة حي سيدي الهواري العتيق شاهد على بشاعة الاستعمار، لكن وضعه اليوم هو الآخر من شواهد إهمال الذاكرة التاريخية ببلادنا. نتابع الريبورتاج التالي. كل المؤشرات توحي أنك داخل مفرغة عمومية لرمي النفايات، تراكم للقمامة المنزلية والصلبة وحتى الأطربة. لكن للأسف إنه مكان يحوي أحد أهم الشواهد على ثورة نوفمبر المجيدة بولاية وهران. هذا جناح من جناح السجن العسكري اللي متواجد في قصبة وهران، اللي هو القصبة، اللي هو باب الحمراء، اللي عرف يعني توافدوا عليه كل شهداء الثورة التحريرية في مدينة وهران. فسجن باب الحمراء أو سجن القصبة أول مكان نقل إليه شهيد المقصلة أحمد زبانة وحتى حمو بوتليليس، وبعد الاستقلال سجن به حسين أيت أحمد. ويشاع ويقال أنه هنا في هذا المكان أيضا هناك مقصلة وموجودة إلى يومنا هذا لتخاص تحت المقصلة في هذه القصبة. لم نتمكن من دخوله إلا بشق الأنفس، مكان مهجور تؤنسه الظلمة وصوت الرياح وصوت لعب الأطفال بساحة السفلية. فرغم أن المكان يقع بأعلى منحدرة حي سيدي الهواري العتيق، إلا أن الذاكرة التاريخية بولاية وهران تبقى حاليا تداس تحت الأقدام. في هذا المكان عندنا المحكمة العسكرية، عندنا الممر الخاص بالمحكومين عليهم بالإعدام، وعندنا أيضا السجن اللي هو عبارة عن سينونات، عن زنزانات صغيرة جيدا مضيقة جدا، وعرف عمليات يعني تخريب، وبدنا أنه نسترجعوا هيبة ومكانة وأصالة هذا المعلم. ماسينيسا المرشد السياحي وهو يقودنا في خرجته هذه، يقود حاليا جهود جمعيات لا حول لها ولا قوة لتنظيف أقدم قصبة بالجزائر، فرجاؤه كل الرجاء أن تستجيب السلطات في تخصيص غلاف مالي لإعادة تاريخ ومجد تحول لوكر للجريمة والانحراف.